نجاحي مش في الزبون اللي يمشي وما يجيش، اللي يجي تاني دي اعرف ان انا ناجح. لو ما جاش تاني انا على فكره الزبون اول مره يجي لي وانا بديله الاوردر مثلا ببقى ما بطمنش الا لما اشوفه تاني. شفته تاني انا بحس بالنجاح. فاهماني؟ هننزل مش هقول لك على البهارات ولا اقول ها فلفل اسمر وبعدين كزبر. اما تجيبي الكبده تجيبها درجه اولى، ما تسترخصيش، يعني في كتير من الكبده. فهي النوع الكبده اللي انت بتجيبيها، جبت كبده نضيفه هتطلع معاكي حته الكبده بلدي. انما استرخصت وجبت مثلا هندي ولا مش عارف ايه وجبت الاسعار الرخيصه هتجلد منك وهتبقى مش كبده حلوه. فالموضوع في مجايب الكبده. يعني إيه انت اولا بتعملي اكل بتراعي ربنا، انت مش الزبون مش شايفك انت بتجيبي ايه. فلو ما كنتش راعي ربنا في المقام الاول وتحطوه قدامك هتخسري. ما الزبون مش هيجي لك تاني عامه. انت مش بيعك مش اللي هو وقت الزبون جالك وبعدين يمشي، مش مهم يرجع ولا ما يرجع. انا نجاحي اللي الزبون يرجع لي تاني نفس الزبون.